نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله بالمتابعين كلكم على العين والراس. واليوم عندنا مقلوبة حمام. وعدتم بزين لهم مقلوبة لحم، واليوم بزين مقلوبة أو معرقة حمام، وبوريكم الخطوات. هذا بصل ونحمره بالزيت. زي ما تشوفون المتابعين نزلنا الحمام عشان ياخذ تشويحة مع الزيت. وهذه الخضرة، الخضار اللي بنستعملها بطاطس وباذنجان، باذنجان وفلفل حمر وقرع وبطاطس. هذه طريقته. وعندنا الملح، ملح خشن. البهارات برضه نحط البهارات. حطينا باقي البصل الناعم، وما لا نحط عليه ماء ابد ونقفل عليه ونحط قصديره ونسكره بالغطا بس عشان يتعرق وياخذ الطعم وينزل. والحين حطيت تقريبا طماطتين مطحونه، وعندنا ليمون اسود. بس هذا هو، ونقفل عليه، نحط قصدير ونقفل عليه نخليه يتعرق على راحته، ونقصر على النار، نار عاليه نقصر عليه عشان نخليه بهالطريقه ذي. وهذا القصدير سكرناه من فوق وخلاص مده نص ساعه. نزلنا الرز على القدر وحطيت الماء اللي بقي من الحمام عليه، وزدت اضافه بعد لانه شويه الماء لانه معرقه ما طلع ماء واجد. وهذه سلطتنا كالعاده. هذه السلطه وخلصت طماط وخيار وبقدونس وليمون وبصل اخضر، وعندنا فجل، وحطيت شوي كمون. هذا تشوفونه ذا كمون. انا هذا الرز نبي نسلقه سلق عشان بنحطه فوق الحمام، بنقلبه قلب. هذا الرز مثل ما قلنا لكم، شفتوه شلون نص استوى، نخليه يستوي. الباقي هنا مع الحمام، ونقول بسم الله. دائما نخلي الرز نص استوى عشان وشه ياخذ راحته، الباقي بالقدر مع الحمام او مع اللحم. وهذه مقلوبتنا يا المتابعين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم.